اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. الحلقة النهاردة مهمة جدا ويا ريت تفضلوا معانا للنهاية. لكن قبل ما اخش بقى على تهديد مرتضى منصور لاحمد شوبير مع حفظ الالقاب للجميع، وبعد ما رجع في كلامه تاني وبقى حنفي زي ما احنا متعودين، لازم اتكلم على فضيحة الكابتن عبد الشافي صادق. البارح كلموه قال له الحق يا كابتن، الاهلي فاز بمجاملة التحكيم من غير ما يعرف التفاصيل ماشية ازاي ولا اي حاجة. طلع علينا ويا ريته ما طلع على ايه؟ قال لك الحكم اللي حكم ماتش الاهلي وفاركو لازم يتعاقب ويتحاسب ويتحقق معاه. طب ليه يا كابتن؟ قال لك ركلة الجزاء اللي حسبها للاهلي والاهلي تعادل بيها مش ضربة جزاء. فضلت اقلب في دماغي واجيب الماتش اكون مسطول وانا بسمعه ولا حاجة. مفيش ضربات جزاء في الماتش اتحسبت. مش قبل ما تتكلم وتطلع وتتهم وتقول لازما يبقى فيه تحقيقات تشوف الفيديو ولا الماتش الاول؟ ما تركز معانا. هو انت كنت عامل ايه قبل ما تطلع وتقول التصريح ده؟ اصحى معانا لا يغفلونا. بقيت ترند وبقيت يعني اللي انت قلته لف مصر والوطن العربي كله. كفاية فضايح يا كابتن وركز معانا. اما بقى نخش على الفيديوهات اللي هي موضوع حلقتنا النهاردة ونشوف الاستاذ مرتضى منصور طلع على الهوا وقال ايه وهدد وكان عايز يعمل ايه، ونرجع علشان هنرد عليه. يتقال الواد احمد شوبير تاني، بقول اهو الواد ده ما يتقالش عليه في قناه الزمالك المحترمه لا كابتن ولا حضرتك. ايه يتكلم عنه تقول الواد ده احمد شوبير. شوف انا هرد عليه. انا يوم الجمعه جاي لكم في القناه تاني ان شاء الله. شرف عشان عندنا ماتش مهم بكره وعايز يشغلنا. لا مؤاخذه يعني كل التراش اللي طرشه النهارده وقول للشركه المتحده اللي بلغتها كلها منها. عشان احنا خلاص بكره الماتش فندخل الكاميرات. اقسم بالله لو شوبير استمر كده هو والشناوي ما في كاميرا عندك هتخش ماتش للزمالك يكون الزمالك طرف فيه. ماتش الزمالك. لان مش معقول واحد عمال يبلطك. ده بيبلطك. فاضل كمان انا ما كنتش برد عليه. انا ما بردش على عيال زي دي. هو يا لما كارتلون طلعته معايا في الفيديو كنت برد عليه؟ ومصطفى فتحي كنت برد عليه؟ انا بخاطب جمهوري. صح. مش بخاطب الواد ده اللي انا جاي له من الجمعه هفضحه بقى قدام مصر كلها وقدام مراته. تاني وقدام مراته. هو في ايه؟ انت مين يالا؟ ده انت شفتني في العزا جريت. واقسم بالله لو كنت انا اللي شفتك ولمحتك كنت في السجن. مع احترامي لمحمود المملوك. انت جريت لانك جبان. فانا النهارده جاهز نفسه لغايه يوم الجمعه الجاي. ان شاء الله يشتغل كل عمر يوم الجمعه باذن الله. انا جاي له بقى هفرج مصر عليه لانه زاد عن كل مين انت يالا؟ انت مين؟ انت حته عيل انت عيل مالكش لازمه اصلا. ده انت مضروب بالجزمه في طنطا. ده انت عمال طنطا فضحوك ايام ما كنت واخد منك فلوس. ده انت هبه مسعد بكرامتك في الارض. انا اسالك كام سؤال كده بالمكاشفه. جاهزهم لغايه يوم الجمعه. ولو انت راجل اهو يا احمد يا شوبير، لو انت راجل اطلع قول المكاشفه. اسال محمود الخطيب خد كام من تركي الشيخ ليه؟ عايزين مكاشفه. اسال محمود الخطيب البلاغ اللي تركي الشيخ المحترم عامله ضده في نيابه الاموال العامه مكتوب فيه ايه؟ اسال محمود الخطيب قول له انا عايز التقرير بتاع اللجنه بتاعت تحيا مصر اللي هي اسمها اللي هو بيقول لك الفلوس خدوها. طلع لنا صوره التقرير انهم خدوا منك الفلوس 228 مليون و500. طلع لنا التقرير اللي مكتوب فيه انهم استلموا الساعات منك. عايزين نشوف الكلام ده بقى. طلعوا. انما هتقعد تتنطط يالا. انت فاكر زادة بتاعت امك ولا قناه امك؟ بتحترم نفسك. اوعى تفتح بقك. انت اللي اوعى تفتح بقك. انت اللي اوعى تفتح بقك.
تاني اوعى تفتح بقك. النهارده راحت الكلام اللي قاله للاستاذ عمرو الفقي رئيس تنفيذي رئيس مجلس اداره تنفيذي للشركه، والوزير الاسبق اشرف سلمان والالباب كلهم والسيف، انتوا موافقين على ده؟ لا مش فيش عندي عقد رعايه ومش هدخلك، انا ليا 20 مليون جنيه دول بقى مش بفلوس الدوري والكاس، لا ده بفلوسي بتاع البث. ويقول لك ايه؟ ما تطلع تقول لنا انت خدت رعايه كام؟ هو انا يا ابني لسه عملت العقد؟ ايه القرف ده؟ وانت بتتعاقد مش من حقك تتعاقد يا جاهل يا جاهل يا غبي. قانون واضح من حق مجلس بالرغم انا ما عملتش 15 20 سنه، ده 5 سنين، لكن يا جاهل يا غبي قانون واضح. قانون الرياضه واللائحه الماليه واضحه. اذا كنت عايز مده اكتر من مدتك خد موافقه الجمعيه العموميه وخد موافقه الوزير. انت بتتعامل مع راجل قانون رقم 1 في البلد. يالا اسال بقى، مش انت راجل؟ هات محمود الخطيب قول له انت هربت ليه من مصر قبل 11 عايزين نعرف. ظهرك مش هنوجعك، ورينا التقارير. وانت ايه اللي وداك قطر وبعدين السعوديه قبليها والامارات؟ وقول لنا القصر اللي انت واخده في ابو ظبي مين جابهولك؟ والشقه اللي في برج خليفه مين جابها لك؟ اطلع قول كده. مش انت راجل عايز مكاشفه؟ اطلع قول. لو انت راجل اطلع قول. انما شغل الاستهبال اوعى تتكلم عن الزمالك تاني هديك باللي في رجلك. وهو واضح. انا قلت لكل المسؤولين في الدوله الواد ده هيعمل فتنه. تاني الواد ده هيعمل فتنه. انتوا موافقين يبقى انتوا مسلطين. انتوا مسلطينه. ما عندناش حاجه بنخبيها. يالا كلمنا انا يالا على اهدار مال عام. يالا انت وجودك في القناه وصمه عار. انت وجودك في الاعلام وصمه عار. يا اخي اختش على دمك. عيب عيب بجد. عيب على ضبك وشفاتيرك ومناخيرك. عيب. انا يوم الجمعه ان شاء الله بقى لما كنت قرفان ان مهما بنتكلم في ناس محميه وده واحد من المحميين. انت بتساب ليه؟ انت كاسر عين مين هنا؟ انت ممدوح عباس ومحمود الخطيب قولوا لنا مين اللي حاميكم؟ مين اللي وراكم؟ انا مش بقول كل يوم هشتكي للشركه الراعيه وهنحقق وهنشوف ولا حد بيعمل حاجه. وبعدين ازاي انت عايز ترعاني وانت جايب واحد يهد كل يوم شتيمه كل يوم بيحسب على النادي؟ هو احنا جينا ناحيه النادي الاهلي؟ ما هو النادي الاهلي فيه مصايب مالناش دعوه. هو النادي الاهلي لما شطب ابراهيم عيسى وهناء حمزه انت اللي طلعت بحرف واحد؟ لو قلت انا ايه ده ومين ده وليه ده ها؟ يقول لك انا اتكلم زي ما انا عايز. ما تتكلمش. حط الجزمه في بوقك. بقول لك تاني حط الجزمه في بوقك. كل يوم بيزيد يعني بعد ما بيشتكي بيزيد. كسر عين مين؟ قولوا لنا بقى. خطيب ممدوح عباس شوبير كاسر عين مين؟ ومين اللي حاميهم الثلاثه؟ نادي في حاله عمالين نلعب وجبنا عمالين نجيب فلوس من اليمين ومن الشمال ونتصرف. انما انا بتصرف عشان خايف على البلد مش خايف على نفسي. اعملوا لي ايه؟ التاني ما حدش بيجي ناحيته. ليه؟ لان ده ملاك من السما. عنده ميزانيه انا سلمتها للوزير امبارح. قلت له 200 مليون جنيه في سنه واحده. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. لانه محمي حتى المحامي بتاعه محمي. لما خد حكم مع الايقاف انا لا مع النفاذ. لا محمي. ولازم نعترف يا جمهور الزمالك ويا شعب مصر العظيم حتى جمهور الاهلي الثلاثه دول محميين. وانا ما اتصورش ان السيد رئيس الجمهوريه لو عرف هيسيب الموضوع ده يعدي. مين دول الثلاثه دول؟ واحد في الاعلام طايح في البلد كلها عمال يستفز الجماهير واخد في رجله اللي واحد اسمه الشناوي على سمير عثمان. ان شاء الله الغزاله تبقى رايقه باذن الله واجي لك يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله واشرب فينا عشان اوري الناس انت مين. وسين بتاع المنصوره اللي كنت رايح تساعده وعيال عملت ايه؟ ده انت سنتك سودا. والله حاجه لا احنا في قله ادب.
داخلين في مسخره. فبدل ما تقول للشركه الراعيه اللي مشغلاك ادفعوا الفلوس اللي عليكم، فاحنا احتراما للشركه وتقديرا لظروفها تمام اتصرفنا من مكان تاني. يقول لك ايه؟ ولا ممنوع. انت مال انت اللي مال امك، انت اللي مال امك. قول لي يا احمد يا شوبير، مال امك بنادي الزمالك؟ نعمل عقد ما نعملش عقد، نبيع لاعب نشتري لاعب، انت مال مش انت مال امك. كلامي واضح. واللي مش عاجبه يشرب من الخراره. وتاني اقسم بالله لو انا كنت خدت بالي منك انك انت في العزا كنت كلتك علقه جوه العزا، ويزعل مني محمود المملوك يوم ولا يومين وخلاص. عشان انت ايه الشغل اللي انت عملته؟ ايه القرف اللي انت عمال تعمله ده؟ وتفتفه وشفاتيره، ايه القرف ده؟ واول واحد الاقي ليه مناخير ليها 4 فتحات، ايه القرف ده؟ انت يا جماعه ده لا شكل ولا موضوع ولا صوت ولا تاريخ. وما عملتش مشكله للدوله. استاذ رئيس الوزراء عارف الموضوع ده، انا بشكره انه متابع وانه يوميا انه متابع. بيسال سيد وزير الشباب والرياضه، وبسال كل الناس المسؤولين المحترمين اللي متابعين زي سياده الفريق الوزير كامل الوزير وغيره بصراحه ناس متابعه. لان دي ازمه كبيره بتهم الجماهير، لان اي اخفاق هتلاقي الجماهير غضب الجماهير ان شاء الله ان شاء الله. وبقول لكم من فضلكم لا حد يقول حضرتك عليه ولا الكابتن، اسمه الواد شوبير. وزي ما حضراتكم سمعتم طلع وقال ان الاستاذ مرتضى منصور هيطلع علينا على الهوا يوم الجمعه اللي جايه وهيتكلم على الكابتن احمد شوبير وبالمستندات والاوراق وهيفضح الدنيا. ودايما بيطلع والورق فاضي ويطلع وكانه في ورق معاه، بس ما علينا، مش موضوعنا. والكلام اللي هو قاله والالفاظ اللي ما ينفعش تتقال على التلفزيون كالعاده مستمر فيها. لكن قلت الكابتن محمود الخطيب وكابتن احمد شوبير وبعض الاسماء التانية كاسرين عين مين في البلد. طب الاسماء اللي انت قلتها مثلا يعني هيكسروا عين مين وليه؟ هل عليهم احكام مثلا وما تنفذتش لحد دلوقتي عشان ينطبق اللي انت بتقوله؟ لكن هو دايما ده الاسلوب اللي احنا متعودين عليه، وميتين الساعات اللي انت كل شوية عمال تجيبها. والمصحف كرهت الساعات. يعني لو كنا نعرف ان ده هيحصل كنت قدمت طلب للنادي الاهلي ما تسلمش الساعات ولا تسلم اي حاجه، طالما ان هو اتسلمت زي ما اتسلمتش. وبتقول ان كابتن محمود عنده شقه في برج خليفه وقصر في ابو ظبي وحاجات زي كده. فين المستندات؟ يعني لو مشينا في اللي انت بتقوله، واحد عنده قصر في الامارات هيروح يشتري كمان شقه؟ ما اسمع علينا، مش موضوعنا. من امتى الكلام اللي كان بيتقال كان يعني بيتحقق فيه ولا بيتحاسب فيه؟ ما هو عارف يلاقي الدنيا حواليه ماشية كده يطلع يقول لك شوية كلام وفي الاخر هو كده بيهدى. ده اسلوب حياته. لكن طالما ان انت خبطت على صدرك وقلت انك هتطلع يوم الجمعة في القناة وهتوجه رسائل وهتتكلم ومعاك ورق وهتهاجم احمد شوبير، ليه رجعت ورا؟ هتقولي راجع ورا ازاي؟ هقولك شوف الفيديو ده ونرجع عشان هنرد عليه. ويمكن انا قلت عندكم ان انا يوم الجمعه ان شاء الله هطلع اعمل له حلقه. كلمني رئيس مجلس اداره القناه راجل محترم وقال لي من فضلك بلاش الحلقه اجلها واحنا هناخد معاه اجراء. كلام واضح. لسه دلوقتي السيد عمرو الفقي قال هناخد معاه اجراءات. عشان كده تشوف شكله النهارده في الماتش الاهلي في التحليل واخد بالجزمه. لا هتبقى المره الاولى ولا هتبقى المرة الأخيرة. اتعودنا تقول هعمل وما تعملش، مش هدخل كاميرات وهتدخل كاميرات، ويعني ما علينا. هو ده زي ما احنا قلنا اسلوب حياة. معلش يا جماعة استحملوني في الفيديوهات اللي انا بجيبها، لان في ناس بتنسى التاريخ كويس، وانا دوري ان انا اوثق، دوري ان انا اجيب فيديوهاته واجيبه هو بشحمه وبلحمه يرد عليها في برنامجكم ضرب في المليان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، واتمنى الكلام اللي اتقال ده يكون عليه رد من الناس المسؤولة، علشان ما يبقاش كل من هب ودب يطلع يتكلم وهو مش عارف بيقول ايه، وما يبقاش في حساب. بس بنفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان.